السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة مطبخ كاسكو. اليوم راح نشوفوا حلوة معسلة على شكل وردة نخدموها بالجلجلان. تجي بنينة 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 بزاف، والخدمة تاعها سهلة، تصلح للسهرات في رمضان، يعني حلوة معسلة. وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش الشام والبارطاج. نجوزو للمقادير. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا 2 كيسان ونص فرينة اللي كنت غربلتها من قبل. هنا الكاس اللي استعملت به هو تاع 250 مليلتر. نزيد نضيف كاس جلجلان، الكاس بنفس الكاس. نزيد نضيف مغرفة صغيرة لافاني ومغرفة صغيرة ملح ممسوحة، ونزيد نضيف مغرفة كبيرة قرفة. نزيد نضيف باكي لاليفور، الوزن ديالو 10 غرام، ونصفيه هكا باش ما يجوناش هذوك الحبيبات في العجينه. ونخلط الكل مع بعض، نخلطهم هكا النواشف كامل هادو نخلطهم باليد. بعد نروح نضيف سوائل. عندي 2 مغارف كبار خل. نزيد نضيف ربع كاس تاع مزهر، ونزيد نضيف نص كاس زبده ولا مارغرين دايبه، ونخلط هكا باليد كيما راكم تشوفوا. نسيي نطمها كامل باليد، ندخل كامل هاد المكونات الناشفه مع هاد السوائل، نطمها هكا بلا ما نعجن. نسيي نطمها كامل كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروح نضيف الماء. هنايا عندي كاس ماء، نبدا نضيف غير بالتدريج حتى نتحصل على العجينه تكون طريه، وما لازمش تكون تتلاصق، ما تكونش ناشفه ما تكونش تتلاصق. العجينه هنايا لازم تكون طريه. دوك تشوف القوام تاعها كيفاش يجي. انايا هنايا جاني نص كاس ما، يعني هنايا دات لي نص كاس ما. نتوما تقدروا تديروا اقل ولا اكثر بشويه، يعني بمغرفه كبيره ولا 2 ناقص ولا زايد عليا، يعني ما راكمش حين نختلفوا بزاف. هاي ليك نبدا نطم برك العجينه، نلمها برك بلا ما نعجن حتى وين نتحصل على عجينه تكون طريه. ونلمها برك العجينه، نطمها هكا، نجمع برك بلا ما نعجن هكا باش ما تجيناش الحلوه تاعنا من بعد تجينا يابسه. هاوليك هاو القوام تاعها كيفاش تجي لاباط تجي طريه. ومن بعد مباشره نروح نبدا نخدم فيها، يعني بلا ما نخلوها تريح، بلا نروحو نبداو. نقسم العجينه على 2، نص نخدم بها ونص نغلفها. نجيب هذاك بابي فيلم، هذاك الكيس بلاستيكي الخاص بالطبخ، نقسمها هكايا هكا باش لاباط تاعنا ما تنشفش ما توليش ناشفه. نغطيوها ونروح نخدم العجينه الثانيه نخدم بها. نجيب رولو ونبدا نخدم. يعني هاد الحلوه هذه يعني سهله وما تشدش الوقت بزاف. كيما قلت لكم هاد الحلوه هذه تصلح للسهرات مع لاتاي هكا. في يكون عندكم تاني مناسبه ولا تاني تقدروا تقدموها مع لاتاي، يعني تجي سهله وتجي بزاف بزاف بنينه. ونحل العجينه هكا تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا السمك تاعها يجي رقيق، رققوها السمك ديالها يجي ابيبخي واحد 0.3 سنتيمتر. ونجيب مول كيما هذا كيما راكم تشوفوا، ونقطع كامل العجينه تاعي بهاد الشكل. نكمل نقطعها كامل. هاي ليك بعد ما نقطعها نبداو نشكلو هاد الوردات هادوما ديالنا المعسلين، هاد الحلوه المعسله ديالنا. شوفوا كيفاش نشكلوها. نطبقوا نطويو هاد الورده. هاي ليك نطويوها هكا شويه برك كيما راكم تشوفوا. هاي ليك ومن بعد ندوروها هكا بالعقل برك
ونضغطوا شوية على العجينة من تحت، هاي اللي نضغطوا عليها، ونزيدو نجبدوها من الفوق باش نفتحوها شوية. ديك الوردة تاعنا نفتحوها شوية من الفوق هكا، هايليك ونلصقوها من تحت شوية. يعني خدمتها بزاف سهلة، ولاباط هادي شغل تحكم روحها، شغل بزاف هايلة، خدمتها هايلة هاد لاباط. هايليك راني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح. هايليك نطويوها هكا، نضغطوا عليها غير بالعقل، ما تضغطوش بزاف هنايا. ومن بعد هنا نطويوها شويه ونضغطوا تاني من تحت شويه، ونزيدو نفتحوها من الفوق شويه. هايليك نورمالمون لا فيديو يشرح اكثر مني. هايليك هذا ما كان خدمتها بزاف سهله. ونكمل كامل الباقيه، نكمل كامل لاباط حتى من تخلص. وكما قلت لكم يعني تخرج كميه لاباس بها. وما تنساوش الجام، يعني ولا عجبتكم هاد الوصفه والخدمه هادية ما تنساوش ديروا جام وتبارطاجيو كامل مع احبابكم هكا باش تعم الفائده. ونكمل كامل العجينه ديالي، تجي بنينه بزاف، تجي مقرمشه تقرمش في هذيك القرماشه، وتجي معسله وتجي بنينه، يعني هايله بزاف. غير جربوها ما راكمش رايحين تندموا. هذه هي يعني هاي الكميه اللي خرجتها لي، جاتني هاد سنيوه وجاوني هاد الحبيبه تاني معاها. ونروح نقليها، نسخن الزيت ومن بعد نقصلو، نديرها النار تاع الزيت تكون متوسطه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما تتحرقليش من البرا ومن الداخل ما طيبش تجي عجينه. وندير كامل هذوك الحبات تاوعي بعد ما نكون كملتهم كامل، نخليهم يطيبوا. كي هنايا الوردات هذوما الحلوه، هذه الورده هذه حتى تتنفخ ويعني يزيد الحجم تاعها، ورايحه تزيد تفتح. ونشوفهم تحمروا من تحت، يعني طابوا. نقلبهم على الجهه الثانيه ونستنى حتى وين يتحمروا تاني، يولي عندهم هذاك اللون الدوغي، هذاك اللون الذهبي شباب. نحيهم. هاوليك كيفاش يجي، كيفاش حتتنفخ الحبه، شوفوا كيفاش تجي تتنفخ ويولي لونها هكايا يكون طابت. نحيها بحاجه هكا تكون تصفيها من الزيت، نصفوها قبل هكا شويه من الزيت، ونديرها مباشره في العسل يكون بارد، ما لازمش العسل يكون سخون، والعسل يكون ثقيل. هايليك نديرها هكا باش تمتم تشرب العسل حتى للقلب. يعني الوقت اللي نزيد ندير كميه واحده اخرى طيب ونخليهم يتعسلوا. كي طيب هذيك لا كونتيتي دوزيام هذه الثانيه، نحيهم نحيهم العسل، نديرهم يقطروا في كسكاس ولا في صفايه هكا يقطروا من العسل. ونزيد نكمل الكميه اللي قعدت لي. هايليك نجيب هنا كسكاس ولا صفايه ولا حاجه اللي نصفيها تتصفى من العسل. هاوليك كيفاش جات، ودوك نروحو نشوفوها في طبق التحضير. هايليك في الاخر كيفاش جات. كما قلت لكم هذه تصلح للسهرات او جاي رمضان، تقدروا يعني تبدلوا بها. الواحد خطرة يدير زلابيه، خطرة قلب اللوز، خطرة ينوع، خطرة يدير هاد الوردات تاع الجلجلانيه هادو. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. في الاخر نقول لكم شهيتكم بالصحه. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الجيم والبارطاج، واللي اول مره يشوف القناه ما تنساوش تشتركوا هكا باش يلحقكم الجديد. وإلا عجبتكم الوصفه تاني ما تنساوش كومونتير هكا شباب. الى وصفه جديده ان شاء الله، تهلاو في روحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.